أهلا بيك. أنت دلوقتي في لاست سيجنال، حكايات عم سالم، حكايات من الواقع ورسالة ما ينفعش تتنسي. كان في ست بسيطة اسمها أم ياسين. ما كانتش جميلة جمال يخطف العين، ولا صوتها عالي، ولا بتحب تظهر، لكن كان عندها حاجة نادرة. قلبها ما يعرفش غير الوفاء. جوزها حسن كان راجل طيب، بس الدنيا ما كانتش دايما في صفه. اشتغل سنين، تعب وجرب كذا شغلانة، وفي الآخر خسر كل حاجة. الناس بدأت تتكلم: راجل فاشل مش قادر يفتح بيت. مراته تستاهل أحسن من كده. وكل كلمة كانت بتدخل في ودن حسن زي السكينة. وفي ليلة رجع البيت مكسور، قعد وسند راسه على الحيطة وقال: أنا تعبتك معايا، لو حابة تمشي امشي، أنا مش هزعل. أم ياسين بصت له بهدوء، ما عيطتش ما زعقتش، بس قالت جملة واحدة: هو أنا اخترتك علشان فلوسك ولا علشان اسمك؟ أنا اخترتك علشانك. من اليوم ده هي اللي شالت، اشتغلت، وفرت، وباعت ذهبها قطعة قطعة، من غير ما تحسسه في يوم إنه أقل منها. لما كان ينهار كانت هي السند، لما كان يسكت كانت تفهم من عينه، ولما كان يكره نفسه كانت تفكره إنه لسه راجل. عدت سنين، وفي يوم فرصة صغيرة جت لحسن، شغل بسيط، بس المرة دي نجح. نجاح جاب نجاح، وشوية شوية الحال اتعدل.
وفي أول ليلة دخل فيها البيت وهو شايل شنطة فلوس، حطها قدامها وقال: الفضل ده ليكي بعد ربنا. هي ابتسمت وقالت: أنا ما كنتش مستنية مقابل، أنا كنت مستنية اليوم اللي ترجع تبص لنفسك بفخر. مش كل الستات زوجات، في ستات أمنة، وفي ستات سند، وفي ستات لو الدنيا كلها وقعت تفضل واقفة جنبك، علشان هي مش زوجة بس، هي شريكة عمر بجد. سؤال لحضراتكم: لو انت مكان الزوج كنت هتعمل ايه؟ ولو حضرتك مكان الزوجة كنت هتستحملي ولا هتمشي؟ أنا منتظر من حضراتكم الرد على السؤال ده من خلال الرسائل. الحكاية خلصت، بس الرسالة لسه.